عاملين ايه كده كيتي يا حلوين؟ النهارده راجعه لكم ان شاء الله كده بفيديو جديد. فيديو كده كله نشاط وطاقه وحيويه وحماس، وبصوا في طاقه ايجابيه فظيعه. انا كنت قاعده لا بيا ولا عليا، طقت في دماغي فكره، قلت لا انا لازم اقوم انفذها، مع انها كانت متعبه جدا، عايزه اقول لكم مرهقه جدا. والفيديو ده اخد معايا وقت طويل، ووقفت كده في النص وشفت ابني، بصوا كان يعني، بس هي خلاص هي فكرة طقت في دماغي وخلاص هقوم هنفذها، يعني هنفذها. تمام. قبل اي شيء، قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. لو انتوا اول مرة بتشوفوني، انا اسمي دينا ودي قناتي، اتمنى كده تنوروني في قناتي لو انتوا لسه اول مرة تشوفوا القناة. ولو الفيديو عجبكم مش هوصيكم تحطوا لايك على الفيديو، وما تنسوش تنزلوا تصلوا على النبي كده في الكومنتات. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. زي ما قلت لكم انا كنت قاعده لا بيا ولا عليا، قلت لا انا الاوضه كده مش عجباني، لما اقوم ايه اغيرها، اعمل نظام جديد. انا كمان نفسيتي اليومين دول مش احسن حاجه، فقلت ايه انا بحب كده لما اكون نفسيتي مش احسن حاجه اعمل حاجه جديده، ان كان بقى حاجه عاقله حاجه مجنونه، المهم ان انا اعمل حاجه جديده. تمام. فقلت بقى ايه انا هغير النظام، وهعمل نظام تاني للأوضة، نظام جديد، حتى كمان البنات يعني أغير من نفسيتهم وافرحهم كده بحاجة جديدة. تمام. انا كنت جايبة الستارة دي كده للبنات، كنت عامله لهم كده يعني زي جو في الأوضة برضو، فرحت شايلاها. بصراحة العيال بيفضلوا يقطعوا فيها وكده ومبهدلينها، فكان شكلها مش حلو. وشلت السجادة وقلت كده أكنس مكان ما شلت السجادة ومكان ما شلت الستارة والكلام ده كله. تمام. وجيت عند الكومودينو بتاع الأوضة، رحت شايلاه كمان. عايزة اقول لكم ان انا لقيت تحت منه بلاوي، وقلت بقى اشيل الملايات كده واشيل البطانية والدفاية واشيل كل ده. تمام. انا كنت قبل كده نقلة الأوضة، كنت نقلاها في العكس بقى، يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي في نهاية الفيديو انا كنت هنقلها ازاي او هخليها ازاي، هتشوفوا بقى العكس خالص اللي انا هعمله دلوقتي. شايفين ورا السرير لقيت فيه بلاوي، طبعا انا محدش يعني هيطول الحاجات دي الا لما يشيل السرير خالص، فما تقولوش عليا حاجه بالله عليكم، لا والله انا على طول بنضف وعلى طول بعمل، بس طبعا في حتت بتبقى مستخبيه صعب ان احنا نطولها الا بقى لو نقلنا النظام خالص، غيرنا النظام يعني، وشقلبنا كده المكان كله على بعضه عشان نجيب بقى الحتت المستخبية دي. طبعا انا قبل كده كنت مزعفة لسه من قريب، كنت لسه مزعفة وكنت لسه عاملة الحيطان والكلام ده كله، فبس حبيت ان انا اعمل معاكم كده الحتة دي بالشباك. طبعا يا جماعه دي مش تنظيفات العيد خالص، انا بنضف على العيد، بتبقى تنفيضه كبيره جدا، وان شاء الله اشارك معاكم ان شاء الله، ربنا يدينا العمر. لكن الفكره في ايه اللي انا حبيت، بس زي ما قلت لكم عشان انا نفسيتي مش احسن حاجه، فحبيت ان انا اغير النظام. طبعا هنا زياد بيسلم عليكم، عامل لكم بيسلم عليكم. هنا بقى بصوا كده فضلت بقى اشيل المراتب لوحدي، وبصوا قلبت الدنيا، قلبت الدنيا فعلا، قلبت الدنيا، وكنت تعبانه جدا والله العظيم بعد ما خلصت. انا قلت ايه اللي انا عملته في نفسي ده، وكمان هتشوفوني دلوقتي وقفت كده في النص وعماله اقول اللي انا عملته ده ايه ده، لا ايه ده يعني، مش فاهمه بجد ايه اللي خلاني اعمل كده. في النص كده عطلت وقلت لا 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 انا خلاص مش هكمل، بس مش هكمل ازاي، ما ينفعش طبعا ما اكملش، بصوا خلاص، خلاص فصلت حقيقي، فصلت هنا مكنتش خلاص قادره ان انا اكمل تاني، بس الحمد لله ربنا قواني، وواحده واحده. وزي ما قلت لكم طبعا ابني في النص كده عطلني وكان بيعيط، رحت اشوفه، وبعد كده رجعت تاني اكمل. وبصوا بقى يعني كانت مطحنه بصراحه، كانت مطحنه. لو وصلتوا لحد هنا والفيديو عجبكم متنسوش كده تحطوا لايك على الفيديو لو وصلتوا لحد هنا والفيديو لحد دلوقتي عجبكم، وانزلوا كده في الكومنتات سيبولي كومنت حلو كده وشجعوني وحفزوني، وما تنسوش تقولوا انتوا بتتابعوني من اهل بلد. هنا بقى كده الحمد لله تمت بفضل الله، نقلت اول سرير كده زي ما انتوا شايفين، حطيت الملاية تاني وحطيت الدفاية، ودلوقتي هحط كده ال- البطانية. هنا كنت خلاص فصلت بجد وما كنت شايفة قدامي. وبصوا البطانية كنت هاخدها اغسلها، رجعت قلت لا ده لسه هيجي علينا شتا تاني لسه الشتا ما خلصش، فقلت لا رجعها تاني مكانها. وكنت يعني هشيلها اغسلها، وهطلع الحفة الخفيفة شوية، يعني عندي الحفة خفيفة كده تحسوها ان هي مش الحفة، تحسوها دفايات تقيلة شوية. فقلت لا لسه الشتاء يعني مش مجاش قلت لسه الشتاء ايه في شتاء تاني هيجي، يعني مش خلاص كده الشتاء خلاص خلص.
لان اليومين دول الجو تحفه، عايزه اقول لكم الجو حلو جدا. فهتحسوا اصلا ان احنا في صيف، يعني يومين دول تحسوا يومين صيف بجد يعني. فاصلا يعني كمان الجو ده يشجع الواحد ان هو ينظف ويقوم كده ويتحمس ويتنشط. تمام، هنا كده كنت كنست بقى كمان في المكان اللي هو ده، وبحاول بقى ان انا اعدل كده السرير كده عشان ارجعه مكانه. هضمهم الاتنين على بعض. انا كنت بفكر ان انا احط ما بينهم الكومودينو زي ما كنت عامله العكس، بس رجعت قلت لا، هيبلع الاوضه، اصلا الاوضه كده هتبقى عامله خالص. هنا بقى كده خلاص كنت نقلته مكانه، وكنت حطيت اللواح. انتوا بتقولوا عليها لواح ولا بتقولوا عليها ملل؟ المهم يعني، وحطيت الكراتين والكلام ده كله، وبعدين حطيت المرتبة وفرشت السرير، وهكذا زي ما عملنا في اللي قبله. تمام، هنا بقى كده بكنس في المكان اللي هو في الوش ده، عشان هرجع المكتب ده كده وهحطه مكانه. المكان اللي هو الحتة دي يا دوب كان سبحان الله على قده بالظبط. عايزه اقول لكم ان الكمبيوتر ده اصلا مش شغال ورايح في داهيه، بس انا كنت حاطاه كده. بعد كده قلت لا، انا حاطاه كده زي قلته فاشيله خالص، ملوش اي 30 لازمه. عشان انا اصلا ما بحبش الكركبه. انا ممكن بصوا يعني الم الشقه كلها، اخليها كده بس يا دوب العفش الاساسي. ما بحبش ابدا ابدا الحاجه تبقى على بعضها نهائي. ويا سلام بقى لو رحت عند حد، عند ماما، عند حماتي، عند اي حد كده من قرايبنا، ولقيت عنده اي كركبه، ممكن افضله المطبخ اصلا من الكركبه دي كلها. انا ما بحبش خالص الكركبه. تمام، لو وصلت لحد هنا بقى حطوا لايك يلا، عشان انتوا بتنسوا تحطوا اللايك. انا بفكركم كل شويه انكم تحطوا اللايك. هنا بقى كده هكنس تاني مكان ما عملت. عايزه اقول لكم انا ما مسحتش اساسا، انا بس كنسه نظيفه، لان زي ما قلت لكم انا لسه كنت منضفه الاوضه دي كلها. تمام، وهنا كمان عملت لميت كل التراب بقى اللي كان في الاوضه. هنا بقى هجيب كده الملمع بتاع الخشب. تمام، وهنلمع بقى المكتب. عايزه اقول لكم يكاد يكون او يعني انتوا شايفينه ان هو نضيف، هو مش نضيف لا خالص. كان عليه كميه تراب يعني ياما قوي. تمام، الفوطه دي زي ما قلت لكم قبل كده عليها، كلمتكم عليها. الفوطه دي حلوه جدا، جميله، بتلم التراب ده كله. بالله عليكم قولوا لي كده في التصوير. انا بصوا الخيال بتاعي بيبقى ظاهر او خيال الحاجه، فعايزه احلل الموضوع ده. يبقوا كده اكتبوا لي حاجه اللي انا الخيال ده ما يطلعش، يعني خيالي او خيال الخشب او ايا كان ما يطلع، حتى خيال الستاند بيبقى طالع. يبقوا اكتبوا لي كده. الحيطه دي عايزه اقول لكم المفروض ان هي كنت اجيب سفنجة او ليفة او كده واغسلها، بس انا فعلا ابني كان موترني جدا، مكنتش عارفه اعمل حاجه اكتر من كده. بس ان شاء الله هعملها باذن الله. فاستكفيت بس كده اللي انا المعها كده بالفوطه دي وخلاص. بس هي لازم فعلا كانت تتغسل، يعني عشان بس ايه، ما تقولوش ان انا سبتها كده، لا هي فعلا كانت لازم تتغسل. بس انا والله زي ما قلت لكم ابني موترني جدا، خصوصا لما بكون بعمل حاجه وهو بيعيط. تمام، هنا كمان قلت بقى امسح الدولاب. الدولاب طبعا عندي هنا متدشدش من عايز مش عارفه اجيب له حاجه كده على مكان الدشدشه ده، مش عارفه يعني، عايزه اجيب له حاجه تخلي شكله احسن شويه. انا مسحته هنا كده على قد ما قدرت، الحمد لله يعني خليته احسن شويه. برضو كان على فكره كان في بقع وكان في حاجات. عندي بنتي حلا لما بتيجي تمسك تكون ايديها مش نظيفه، عادي جدا ممكن تمسك اي حاجه، مش بقى اللي تغسل ايديها وتيجي مثلا تلعب تعمل اي حاجه، لا عادي خالص. حلا بنتي دي صعبه. تمام، فمسكت بقى زي ما قلت لكم كده، مسحته كويس جدا، كل الجوانب كل الاتجاهات زي ما انتم شايفين كده. اتمنى منكم بقى تنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات، تحطوا لايك على الفيديو كده، ولو لسه ما اشتركتوش اتمنى تشتركوا في القناه، وتدعوا لي دعوه حلوه من قلبكم، واكتبوا لي كده استعدتوا لرمضان ولا لسه، وعلقتوا الزينه ولا لسه معلقتوش الزينه. وان شاء الله باذن الله بعد الفيديو ده ما هنزله لكم في فيديو كمان نازل ان شاء الله بتاع زينة رمضان، وبتاع الفرش النهائي بقى للشقة بعد رمضان، بعد اسفة زينة رمضان والكلام ده كله. هنا برضو كده وحبيت ان انا المع الازاز برضو كان حاجة صعبة جدا، حبيت كده ان انا المعه واخليه نضيف زي الفل زي ما انتم شايفين. وما تنسوش لو في اي فيديو مثلا منظفات اي حاجه اكتبوا لي كده في الكومنتات، وان شاء الله اعمله واشاركه معاكم باذن الله.
شلت الازاز كده ومسحت تحته. كان عندي برضو كان الازاز ده اصلا المفروض ان هو يتلزق، عشان كل شوية ان هو بيطلع من مكانه، لا ده عايز يتلزق عشان يبقى ثابت، عشان ده طبعا الكومودينو بتاع البنات، فممكن بنات يتخبطوا فيه ولا حاجة الازاز يقع هتبقى مشكلة. تمام. هنا بقى كده قلت اجمع التراب ده كله والمه كده، وعشان البنات كانوا داخلين طالعين وانا بنضف، وكانوا بياخدوا من هنا يحطوا هنا، فكان قلت لا انا لازم المه الاول عشان ما يبهدلوش الدنيا. تمام. هنا كده بقى بقول لكم ما تنسوش اللايك، حطوا لايك. يلا كمان ونعمل كده ورا باب اوضه البنات. تمام. وهنمسح كمان الباب دلوقتي، هنمسح الباب ده. طبعا الباب كان كله تراب كده زي ما انتم شايفين، انا عندي الشباك بتاعي على السلم، طبعا ببقى فاتحه الباب الاسفل الشباك، فالهوا كله داخل بتراب فمنيل الدنيا خالص، فقلت كده كمان امسحه معاكم. عايزه اقول لكم بعد ما خلصت التنظيفات دي بجد في الاوضه، حسيت ان انا حتى يعني تحسوا كده براحه نفسيه، لان عملت حاجه كده ونضفت، تحسوا كده براحه نفسيه سبحان الله. كده خلاص مسحنا الباب. تعالوا بقى كده كمان هنفرش بقى الأوضة مع بعض، وعشان كده نبقى خلصنا خالص. المشاية دي انا كنت غسلاها، لان كنت فرشة السجادة اللي هي في اول الفيديو خالص، فدي كده مسكتها غسلتها في اول الشتاء وشلتها، وحطيت السجادة التانية اللي انا شلتها في اول الفيديو، قلت ايه لا دي تدفي المكان اكتر عشان البنات وكده، وده سيراميك فبيبقى ساقع، بيخلي المكان ساقع. تمام. فالحمد لله لما انا بقى شلت التانية دي، فقلت احط دي كمان افرشها مكانها، ودي كمان الحتة التانية بتاعتها اختها، وبكده نبقى خلصنا الأوضة دي النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى كده تطلعوا من الفيديو مستفادين، وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسونيش كده بدعوة حلوة منكم، وما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو لو عجبكم، واتمنى منكم كده تشجعوني في الكومنتات. وبصوا انا مثبته لكم اللايك اهو، عشان كل اللي يشوفه يحط اللايك، عشان بس ما تنسوش، عشان انتوا بتنسوا تحطوا اللايك. اهو كده ده شكل الاوضه. بصوا بقى كانت في الاول كان شكلها عامل ازاي، وبصوا بقى شكلها عامل ازاي. كده كمان جبنا المعطر بتاعنا، معطر الجو، حطينا كده معطر، كانت ريحه الاوضه حلوه جدا 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 عايزه اقول لكم، وبجد النظافه حلوه وتحسوا براحه نفسيه. بس كده بحبكم كلكم في الله، باي باي.